السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. في 3 اخطاء ممكن تبوظ شغلك على الاكسل. في الفيديو ده هقولك ايه هي الاخطاء دي وليه الاخطاء دي ممكن تعمل مشاكل وازاي تصلحها بطريقة بسيطة. يلا بينا ما نضيعش وقت ونبدأ على طول. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. الخطأ الأول إنك بتعتمد على العنصر البشري وما بتستخدمش الدروب داون ليست. تخيل أنا لو عندي جدول كبير زي كده والمفروض إن عندي مثلا العمود اللي باسم منطقة، لو أنت بتدخل البيانات دي بطريقة يدوية، ساعات اللي هيدخل البيانات هيكتب القاهرة بته مربوطة وساعات هيكتبها باله. بعد كده اما تيجي تعمل فلتر على الجدول ده هيبقى الفلتر مش مظبوط ومش هيطلع لك الناتج مظبوط. علشان تتجنب الخطأ ده وما يحصلش مشاكل بعد كده لو عملت فلترة للبيانات دي أو تحليل للبيانات، وخصوصا لو بتشتغل ببيفت تيبل، طيب الحل ايه؟ الحل انك تستخدم حاجه اسمها قائمه منسدله او دروب داون ليست. طب ازاي اعمل قائمه منسدله اختار منها البلاد او المناطق اللي انا شغال عليها وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اي مجال للاخطاء البشريه؟ بس قبل ما تدخل تعمل القائمه المنسدله في اي حته في شيت الاكسل بتاعك، اعمل القائمه اللي انت هتشتغل عليها. بعد كده هتقف في الخليه اللي هتشتغل عليها وما تقلقش، بعد كده احنا هنبقى نعمل اوتوفيل، ومن قائمه داتا افتح داتا فاليديشن. بيظهر عندك النافذه دي، من هنا هتفتح السهم ده وتختار ليست. احنا عايزين نعمل قائمه. فين القائمه دي؟ القائمه دي احنا عاملينها هنا في اي حته في شيت الاكسل بعيد عن الجدول بتاعنا علشان نسهل علينا الشغل في القوائم المنسدله. اقف هنا في السورس، اعمل كليك، خلي المؤشر ينور ويطفي، وبعدين روح حدد القائمه اللي انت عاملها في الاكسل. بعد كده دوس على اوكي. هيظهر عندك في الخليه اللي انت كنت واقف فيها سهم صغير، لو فتحت السهم ده هتلاقي فيه القائمه اللي انت عملتها، ومن هنا محدش يقدر يكتب اي حاجه في الخليه دي الا من القائمه دي. اعمل اوتوفيل علشان تطبق الكلام ده على كل الجدول، وبكده نكون عملنا قائمه منسدله. لو حابب تعرف اكتر عن الداتا فاليديشن والقوائم المنسدله هسيب لكم روابط في وصف الفيديو هيظهر قدامكم على الشاشه. الخطأ اللي بعد كده انك بتنسق بايدك، ما بتستخدمش الكونديشنال فورمات او تنسيق الشرط. خلينا نوضح اكتر. لو انا عندي عمود زي عمود المبيعات ده وعايز المبيعات اللي اكتر من 20,000 تبقى باللون الاخضر مثلا، الكلام ده لو عملته بايدك اولا هيبقى مرهق جدا، ثانيا لو انت جيت عدلت على اي رقم هيحصل مشكلة كبيرة ان التنسيقات دي مش هتبقى متحدثة. نحل الموضوع ده ازاي؟ زي ما قلت لكم من شوية، بتستخدم حاجة اسمها كونديشنال فورمات او تنسيق شرط، بيخلي الاكسل يشتغل تلقائيا بتنسيقات بتحددها له بشروط معينه انت بتطلبها منه. طيب نتعامل ازاي مع الكونديشنال فورمات؟ انا عايزه احدد الارقام بس اللي موجوده جوه العمود. انا هقف في اول العمود، بعد كده اعمل كنترول شيفت سهم لتحت كده، انت بتحدد العمود ده كله. بعد كده روح على قائمه هوم، هتلاقي في حاجه اسمها كونديشنال فورماتنج. افتح السهم ده وشوف الشرط اللي مطلوب تعمله ايه على العمود ده. انا عايز اللي اكبر من 20,000 يتلون باللون الاخضر. هاجي هنا عند اول اختيار خالص هايلايت، وبعدين هدخل اشوف الشرط اللي انا محتاجاه. انا عايزاه اكبر من جريتر ذان ولا اصغر من ليس ذان؟ انا عايزاه جريتر ذان، اكبر من. اول ما بتدوس على اكبر من جريتر ذان بيجيب لك النافذه الصغيره دي. انت عايز اكبر من كام؟ والله انا عايز اكبر من 20,000. اكتب هنا الرقم اللي انت عايزه، واوعى تقول اوكي استنى انت لسه ما خلصت. عايز الشرط ده لو اتحقق في الخليه تلون الخليه باللون ايه؟ افتح السهم ده وشوف الالوان الجاهزه لو انت حاببها. انا بيني وبينكم ما بحبش الالوان الجاهزه، بدخل على كاستم فورمات وبعدين بدوس على فيل واختار اللون اللي انا عايزاه في الخليه. فانا عايزاه يبقى باللون الاخضر وبعدين هقول اوكي. كده انا عندي الشرط ايه؟ الشرط لو الخليه فيها اكبر من 20,000 لونها لي باللون الاخضر، بعدين هقول اوكي. هتلاقي عندك اي رقم في العمود ده اكبر من 20,000 بقى باللون الاخضر. خلاص كده؟ لا، احنا اي رقم من دول لو ده 60,000 مثلا وخليناه 10,000 بيتشال الشرط من عليه وبيتشال التنسيق من عليه اوتوماتيك. انت خلاص مش حامل هم، خلاص الاكسل مصحصح اكتر منك انت شخصيا واخد باله. اي خليه اكبر من 20,000 هيلونها لك باللون الاخضر وما تحملش هم الموضوع ده. خلاص الكونديشنال فورمات او تنسيق الشرط كنا شرحناه بالتفصيل وشرحنا كل الحاجات اللي جواه دي. هسيب لكم رابط في وصف الفيديو هيظهر قدامك على الشاشه. مهم تتفرج على الفيديو ده لان الكونديشنال فورمات من الحاجات الجميله في الاكسل، بتوفر عليك وقت ومجهود كبير قوي، وخصوصا لو انت بتشتغل على تحليل بيانات او فلاتر او حاجات شبه كده. الخطأ الثالث اللي ممكن يقابلك في شغلك في الاكسل بيبقى ناتج عن انك بتتعامل مع نسخ المعادلات بطريقه مش صح او نسخ البيانات عموما بطريقه مش صح. لو عندك جدول في الاكسل والجدول ده جواه معادلات، ما ينفعش
ينفعش تشتغل بكوبي وبيست زي ما احنا متعودين. لازم تبقى فاهم انت عايز تعمل ايه. انت عايز تنسخ المعادله بس ولا عايز تنسخ الارقام بس؟ المفروض ان الجدول اللي قدامي ده عدد المنتجات ضربته في سعر المنتج علشان يديني الاجمالي، وبعدين محتاج العمود ده انسخه واضيفه في مكان تاني. لو انت عملت كنترول سي وبعدين رحت ضفت العمود ده كنترول في في اي مكان تاني، هتلاقيه جاب لك الناتج غلط. ليه؟ لانه مشاور على الخليه الغلط. دلوقتي المعادله اللي موجوده هنا بتضرب الرقم اللي هنا في الرقم اللي هنا. طب انا ما كنتش عايز كده، انا عايز الارقام بس اللي في الخليه. هحل الموضوع ده ازاي؟ خلينا نعمل كنترول زد وتعالوا نشوف نعمل الكلام ده ازاي. حدد العمود اللي انت عايز تنسخه واعمل كنترول سي، وبعدين تعالى في المكان اللي انت عايز تلزق فيه العمود ده اعمل كليك يمين واختار بيست سبيشال. اول ما تختار بيست سبيشال هتفتح لك نافذه كبيره كده. انت عايز تعمل ايه؟ كنت عايز القيم بس، اختار الفاليو وبعدين قول اوكي. كده انت نسخت الفاليو، نسخت القيم بس اللي موجوده في العمود ده. معنى كده ان انا لو وقفت في الخليه دي مش هلاقي المعادله؟ لا، مش هتلاقي المعادله. دلوقتي الخليه دي مكتوب فيها الرقم ده بس. طيب انا ما كنتش عايز كده، ده انا كنت عايز الرقم وكمان التنسيق بتاع الجدول. انا مش هقعد انسق من اول وجديد. اعمل كليك يمين تاني بعدين بيست سبيشال، والمره دي هتختار فورمات وبعدين قول اوكي. كده انت نسخت القيم اللي كانت موجوده على العمود وكمان نسخت التنسيقات بتاعه العمود ده. طيب انا مش محتاج كده، ده انا كنت محتاج المعادله اللي جوه. خلي بالك انت لو عملت نسخ للمعادلات دي المرجع بتاع الخليه او بتاع المعادله على العمودين دول. فانا لو جيت نسخت العمود ده كده كنترول سي وبعدين رحت لزقته هنا بيست سبيشال وقلت له انا عايزه الفورمولا او المعادله وبعدين اوكي، كده المعادله هتطلع مش صح. طب ليه طيب مش صح؟ لانه هنا ضرب لي العمود ده في العمود ده، لان المرجع بتاع المعادله مش مظبوط. طب احل الموضوع ده ازاي؟ تحل الموضوع ده عن طريق انك تثبت هنا الخليه، المرجع بتاع المعادله. بمعنى وانت بتعمل المعادله هنا ثبت الخليه دي والخليه دي، بحيث ان اي وقت هتبقى محتاج تنقل العمود ده او تاخد منه نسخه لاي مكان تاني هيبقى المرجع بتاع المعادله ثابت عندك. طب انا مش فاهم قوي الموضوع ده، ممكن تفهمينا اكتر؟ خلينا نعدل على المعادله اللي موجوده في العمود ده. انا هعمل ديليت للكلام ده كله وخلينا نحل المعادله تاني. الله، هي مش هي بس فيها تركه صغيره اسمها التثبيت. اقف في الخليه عادي خالص واشتغل في المعادله عادي خالص، يساوي وبعدين هتروح تشاور على اول خليه وبعدين هتعمل كليك على الخليه اللي انت هتشتغل عليها اللي هي A2. المفروض ان انا هعمل دلوقتي في وبعدين اروح للخليه اللي بعدها. لا، قبل ما تكمل المعادله هتثبت الخليه دي. اثبتها ازاي؟ دوس على FN زائد F4 من لوحه المفاتيح لو انت شغال على لابتوب. لو انت شغال على جهاز كمبيوتر عادي F4 على طول من غير FN. لو خدت بالك فوق في الفورمولا بار هتلاقي في علامه الدولار بقت موجوده قبل اسم العمود وقبل اسم الصف كمان. كده الخليه دي متثبته عندك في المعادله. طب وبعدين كمل المعادله عادي في وبعدين دوس على الرقم الثاني اللي عايز تضربه وبعدين هدوس انتر. لا استنى، انت لسه ما ثبتش ده. ايش عرفك ان انا لسه ما ثبتش؟ بص كده في الفورمولا بار فوق هتلاقي مفيش علامه الدولار قبل اسم الصف وقبل اسم العمود. طيب اثبت ازاي؟ زي ما انت واقف اعمل FN زائد F4 يبقى انت كده ثبت الخليه دي وثبت الخليه دي. لو دوست انتر دلوقتي يبقى انت كده عامل المعادله ومثبت الخلايا او المرجع بتاع المعادله ده عندك. اي وقت هتنقل بعد كده الخليه دي هتتنقل بالمعادله اللي جواها ومفيش اي مشكله هتحصل للمعادله دي. يعني انا لو عملت كنترول سي دلوقتي على الخليه دي وبعدين رحت في اي مكان عملت كنترول في من غير بيست سبيشال ولا اي حاجه هتتنقل عندك. اما تلاقي الخليه شكلها غريب كده اعرف ان العمود ضيق، وسع العمود هتلاقي المعادله عندك شغاله وما فيهاش اي مشكله. طيب في الحاله دي ينفع اعمل اوتو فيل؟ لا، خلي بالك لو عملت اوتو فيل كده انت بتقول له اضرب لي A2 في B2 على طول في كل العمود ده، وهنا مش هيبقى الكلام ده صح. طبعا التثبيت بنستخدمه في بعض الحالات في الاكسل وبيوفر علينا وقت ومجهود كبير قوي. لو عايز تعرف اكتر عن التثبيت والحالات اللي بنستخدم فيها تثبيت خليه او عمود او صف هسيب لك رابط في وصف الفيديو هيظهر قدامك على الشاشه. مهم جدا تتفرج على الفيديو ده علشان تفهم اكتر حكايه التثبيت في الاكسل. دي كانت 3 اخطاء بسيطه لكن تاثيرها بيبقى كبير جدا على شغلك في الاكسل. خلي بالك من الاخطاء دي وعلى قد ما تقدر ابعد عنها في شغلك في الاكسل. منتظره منكم تعليقات هل استفدت من الفيديو ولا لا، وايه اكتر الغلطات اللي بتقابلك في الاكسل، ولو محتاج حاجه معينه نشرحها في الاكسل بلغني في التعليق وان شاء الله هرد عليكم بنفسي. وما تنساش دايما تتعلم ببساطه وتحب اللي انت بتتعلمه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.